تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في مجال السطو وسرقة المتاجر والمؤسسات الكبرى، متكونة من 4 أشخاص تنشط عبر مختلف المناطق الصناعية لولاية وهران وكذا البلديات للولايات المجاورة لها. بعد تكثيف التحريات تم توقيف المشتبه بهم، حيث أسفرت العملية على استرجاع سيارتان كانت تستعمل في عملية السرقة، سيارتان سياحيتان، وكذا 3 دراجات نارية، ومبلغ مالي يقدر ب 200 مليون سنتيم من العملة الوطنية و1610 من العملة الصعبة أورو، وكذا دفاتر توفير تحتوي على مبالغ مالية تقدر ب 920 مليون سنتيم، بالإضافة إلى رخصة سياقة مزورة، أسلحة بيضاء، حيث رفعت ضد المتورطين الجرائم التالية: جناية تكوين جمعية أشرار لغرض التحضير لجناية السرقة بتوفر ظرفي الليل وتعدد الجنات واستعمال العنف مع استظهار أسلحة بيضاء واستحضار مركبتين مع التحطيم العمدي لملك الغير، وكذا جريمة التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير. فور انتهاء التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.